بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مش هقول سلام عليكم ولا كلام من ده، لان هو الفيديو ده اصلا ما فيهوش سلام، خالي من السلام تماما. يعني الناس اللي بتسالني على البوستات اللي انا نزلتها الكام بوست الاخير دول اللي بتكلم فيهم على الشرطه وعلى الجوازات وفي المطار والكلام ده كله. بصوا يا جماعه، دي رساله يا ريت توصل كمان لوزير الداخليه وللسيد رئيس الجمهوريه شخصيا، لان انا هبعت شكاوي للجهات ديت. انا راجل ليا 14 سنه بسافر تركيا، بروح وبشتغل هناك وعلاقاتي هناك ودنيتي هناك وكل حياتي كلها بروح وبشتغل هناك وباجي، بروح وباجي وبروح وباجي. جيت اسافر من المطار المره اللي فاتت من قيمه يومين بالظبط، قال لي لازم تجيب تسريح امني. طبعا انا سني ملوش يجيب تسريح امني، انا 52 سنه، انا من السويس ورحت المطار مرتين من السويس. قال لي لا، لازم تجيب لي تسريح امني من الاداره في العباسيه. جيت قمت رايح الاداره في العباسيه، قلت له طالبين مني تسريح امن، ضابط الجوازات طالب مني تسريح امن في المطار. قال لي انت سنك اكتر من واحد من 40 سنه، 40 سنه ويوم ملوش تسريح امني. طب يا فندم ممكن هناك يقول لي ان انا ما جيتش هنا؟ قال لي لو قال لك ما جيتش روح للمدير. ماشي. جيت قمت قاطع تذكره طياره تاني، يعني انا قطعت تذكره اولانيه وراحت عليا، جيت قمت قاطع تذكره تاني ورحت النهارده المطار تاني، جرح نفس القصه. الظابط قال لي لازم تجيب لي، قلت له رحت للاداره في العباسيه وهم اللي قالوا لي، والظابط هناك اللي قال لي ان انا ماليش موافقه امنيه. بص انا رايح بقالي 13 سنه بسافر، ليا حساب بنكي هناك والحساب البنكي مفتوح وشغال، وده ورق البنك بتاعي هناك اهو. اوري بس عشان الناس تبقى عارفه، عشان المفاجاه في اخر الفيديو مش دلوقتي. دي الاقامه بتاعتي المنتهيه هناك اهي، وده الرقم زي الرقم القومي الاي دولات بتاعي اللي هناك اهو موجود وشغال. الفيزا بتاعت البنك موجوده، والبنك فيه حساب وحسابي مغطينا الحمد لله هناك، والحساب ساري. دي وصولات السحب والايداع من البنك. يعني ورقي هناك بالنسبه للاقامه الحمد لله، مش رايح بتسول، لان راجل رايح بشتغل وليا سمعتي وليا اسمي، والحمد لله الظابط اللي مشاني ده انا مشرفك وانت في مكانك اكتر ما انت مشرف نفسك. يعني انا بره بشتغل بره بشرفك كمهنتي، انا بشتغل بره. شوف انت ظابط، انا بشرفك اكتر ما انت مشرف نفسك، عشان اللي انت عملته النهارده مع الناس ما يشرفكش اصلا كظابط شرطه. ودي القسيمه الوثيقه اللي كنت ماشي بيها في تركيا في الفتره اللي كانت اقامتي منتهيه هناك، كان معايا الوثيقه دي بمشي بيها. ماشي يا جماعه. رحت النهارده قطعت تذكره تاني، جرح الظابط نفس الظابط قال لي نفس الكلام، لا مالكش سفر يا فندم. والله رحت رحت العباسيه تاني النهارده، جرح الظابط هناك قال لي عشان يتاكد ان انت جيت هنا صور اللوحه بتاعت الكنترول. صورت له اللوحه ورحت له قلت له، هو الظابط اللي خلاني صورت اللوحه اهو، وقال لي ان انا لازم اسافر مفيش حاجه تمنعني. قال لي لا يبقى قابلني لو سافرت، لازم ده مكتوب. طب انا دلوقتي دافع 20,000 جنيه تذكرتين طياره راحوا عليا، فانت هتحرق قلبي على 20,000 جنيه في طياره بسبب تعنت؟ ده غير تعنت من الداخليه بيحصل معايا كل مره باجي هنا، بيحصل معايا تعنت منهم. وفي مشاكل قبل كده حصلت معايا برضو مشكله مع الشرطه، ظابط مباحث اسمه احمد عز الرجال، كان رئيس مباحث اسم دايره ال40 عندنا في السويس، ورحت له وتقاعس عن الشغل وما عملش المطلوب منه. ليه؟ انا مش عارف، يعني مع اني رايح له بمشكله الف ب بالنسبه لظابط شرطه، رئيس مباحث ما عرفش يحلها لي، ما حلهاش اصلا ولا جه ناحيه المشكله ولا اتعمل محضر اصلا بالمشكله اللي كنت رايح له فيها. فيا جماعه انتوا عايزين ايه؟ يعني انت عايز تحرق قلبي على 15,000 جنيه، على 20,000 جنيه و2000 جنيه عربيه كل مره، يعني 4,000 جنيه. طب يا عم ليك عليا ان انت زي ما انت حرقت قلبي على فلوسي وفلوس عيالي، ادي دين ام الباسبور بتاعك اهو بحرقه لك اهو. يلا يا عم، ما هي نار بنار بقى، مش انتوا ولعتوا النار، خليها بقى النار تمسك بقى، نشوف مين هيعرف يطفي نار مين، وانا ان شاء الله ربنا بقى يتولانا في المقابل يعني. بس انا بقولها قبل ما اقفل الفيديو، انا بقولها قدام الرئيس الجمهوريه يسمع الموضوع، الكلمه اللي انا بقولها دي، انا بعلن انسحابي من تأييدي لاي حاجه تخص الشرطه المصريه. يعني انا غير معترف بالشرطه المصريه بصراحه، بعد اللي انا بشوفه منهم كل ما باجي مصر. طب انا يا ريس مش معترف بوزاره الداخليه المصريه. وصل صوتك.